ليه قررت أعيش في اسكندرية؟ بس عشان تبقوا عارفين دلوقتي البتاع ده بايظ. البتاع ده ايه بايظ، فاحنا بنعمل القهوة في الميكروويف عشان يلزمنا قهوة، لازم قهوة، فبالتالي احنا بنعمله في الميكروويف بالطريقة دي. عشان لو انتوا اتحطيتوا في الموقف اللي زي ده بنظبطها على دقيقة و10 ثوانيات، دقيقة بس انا زودها 10 ثواني. طبعا احنا ايه غيرنا، وهنشوف القهوة بتاعتنا دلوقتي. القهوة زي ما انتوا شايفين كده، مش عارف شايفين ولا مش شايفين، بس هو في وش اخر اليوم باجي خلصان. صباحكم فريش. المهم بقى احنا عايزين نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية. مش عارف كل مش عارف ايه بيحصل ايه. يوه. طبعا انا عايز اتكلم في الفيديو ده عن اسباب اختياري لاسكندرية بدلا من القاهرة عشان اشتغل فيها، وعشان يعني مش عشان استقر، الله اعلم استقر فين، ولكن بصراحة انا اخترت اسكندرية غير القاهرة رغم ان انا كنت قاعد في القاهرة فترة الكلية بحالها اللي هي 4 سنين، وده علشان اسباب واضحة جدا، الا وهي ان اسكندرية احلى مش اكتر. بصراحة كان بيشغلني السؤال بتاع هقعد فين وهستقر فين والجو ده، واكتشفنا ان احنا بنشتغل علشان في الاخر يعني نجيب فلوس علشان نقعد في مكان حلو عشان نستريح. فانا حبيت اختصر الموضوع واقول اوكي طيب ماشي، طب ما انا ممكن اعيش حلو تمام في مكان حلو بدل من ان انا اروح مكان وحش علشان اعيش حلو. طب ما تروح مكان حلو وخلاص. طبعا دلوقتي بتوع القاهرة هيقعدوا يقولوا ازاي القاهرة مش حلوة، انت ما لو روحتش القاهرة كلها. احب اقول لك يا صديقي في حاجة اسمها الفايب بتاعت القاهرة. نو مي جوستا. الفايب بتاعت القاهرة مش ما بحبش الفايب بتاعت القاهرة، فيعني مش عايز اقعد في القاهرة خلاصة. وفعلا فعلا فعلا الشغل في القاهرة اكتر بكتير من حيث الفرص، ومن حيث ان في طبقات اصلا اجتماعية عالية هناك في القاهرة، فده بيحرك شوية نوعيات الشغل يعني طبقة الاي كلاس دي موجودة في القاهرة بشكل اكبر من اسكندرية فعلا، ودي من العيوب بتاعة الشغل في اسكندرية هنا بناء على الكام يوم يعني اللي انا قعدت فيهم، واللي انا بسمعه طبعا، واللي انا بسمعه من وانا في القاهرة. ولكن اتفضلوا معانا. ولكن اسكندرية تظل مكان احسن وبرضه فيها شغل، ولكن مش بغزارة زي القاهرة، والمنافسة هنا عالية. اغلب البيزنسز او الاعمال يعني او الشغل في اسكندرية بيبقى سمول بيزنس، مش بتبقى شركات كتير يعني. فبالتالي هو السمول بيزنس ده لما يجي حتى يشغلك مش هيديك مبلغ كبير، لان هو اصلا ما بيخشلوش كتير. ولما يجي يصرف مثلا على القطاع بتاع الماركتينج، لو انت مثلا شغال في مجال الماركتينج هو مش هيصرف كتير لان هو اصلا ما بيخشلوش كتير. في اسكندرية هي سمول بيزنسز اكتر، في طبعا بيزنسز بس مش كتير زي القاهرة، فهي دي المشكلة. ولكن بصراحة أنا واخدها كفترة تعليم أكتر، كفترة اكسبيرينس في شغل في اسكندرية بس مش كتير أوفر. فالحمد لله إن أنا لسه مشتغلتش، بس أنا باخد تريننج، نيوز جديدة، أخبار جديدة يعني. فأتمنى إن الفترة الجاية عندنا عندنا تكاتك هنا في المنطقة. المهم يعني أتمنى الفترة الجاية تبقى فترة لطيفة عليا وعليكم وبصراحة من أحد أهم الأسباب برضو اللي خلتني أحب أقعد في اسكندرية أكتر هي الناس. ونو نو نو اوفنس طبعا للناس. الناس في اي مكان كلهم يعني كلهم بني ادمين في الاخر، وكلهم زي بعض، وكلهم بيبقوا مش عوامل مؤثرة اكتر من انها اتأثر عليها. فالناس بصراحة في القاهرة كفرانين يعني. آه، يعني الناس في القاهرة يعني تحسهم تعبانين في حياتهم كده وشقيانين، والجو حر هناك، والناس كلها زحمه وتخبط في بعض، وتحسهم في دوامه كده. هو عامه البني ادمين في كل مكان كده، ولكن قافشين على بعض شويه مش عارف ليه. يعني في سنه قفش كده في المعامله مع بعض، والناس مش بتضحك في وشك وهي بتتعامل معاك يعني، الا طبعا في اماكن كتيره برضو في يعني. مش عايز اعمم، بس الحاله العامه في اسكندريه ان الناس بتبتسم وبتقول شكرا
وبتضحك في وشك، ويعني في حسنى شوية في التعامل. في القاهرة هو أنا ما بتكلمش على أفراد، في ناس 10/10 في القاهرة، وصحابي اللي من القاهرة أنا بحبهم جدا ومفيش بص في جدعنتهم، ولكن أنا بتكلم لما بتيجي تنزل في الشارع وتيجي تبص في وشوش الناس بجد كفرانة، الناس طالع يعني طالع بوزها مكشرة. انا بتاثر، انا شخصيتي بتتاثر بالموضوع ده، شخصيتي بتتاثر بشكل وملامح الناس في الشارع. طبعا البيجرز، الناس اللي بتبج بصراحه القطوا معايا كده عشان انا مش عايز اترجم كل حاجه، ودي حاجه بحس ان احنا عايشين في عالم موازي اصلا. اوفر اول كده القاره دي مش جامعه سك من موقع هذا ان الاسكندريه تبقى عاصمه مصر. احنا محتاجين ان اسكندريه تبقى، او مش محتاجين بصراحه، لان ده هيسبب تكدس سكاني برضو، هتبقى زي القاهره. انا من الفلاحين اللي اتوا الى اسكندريه وخدوا تأشيرة. عقبال عندكم بقى. عامة يعني في الآخر هي بتعتمد برضه على المكان اللي انت فيه في القاهرة. في أماكن في القاهرة حلوة ورايقة، بس أنا بصراحة الإكسبيرينس بتاعتي في القاهرة ما كانتش أحسن حاجة، وده علشان أنا كنت في القاهرة نفسها برضه، عشان القاهرة دي مناطق مختلفة كده. بس anyway اسكندرية أحلى. مش عارف بصراحة، عايز اقول لكم اي معلومة مفيدة في الفيديو، بس انا حاسس ان انا خلاص شطبت يعني. فاتمنى الفيديو يعجبكم لحد هنا، وده لايف ابديت. يلا see you in the next video علشان انا قفلت see you in the next video.